هو ليه سارة سمير كانت منهارة وهي واخدة الميدالية الفضية، ومحمد السيد كان طاير من الفرحة وهو واخد ميدالية برونزية، والمفروض والطبيعي ان اللي واخد الفضة ده راجل صاحب مركز تاني، واللي واخد برونز صاحب مركز تالت. وعامة ليه اللي واخد دايما الميدالية البرونزية بيفرح اكتر من اللي واخد الميدالية الفضية؟ في اولمبياد باريس اللي فاتت هنلاقي فرحه هستيريه لمحمد السيد بطلنا المصري المتوج بالميداليه البرونزيه في السلاح. على الناحيه الثانيه ساره سمير المتوجه بالفضيه بتعيط ومش مبسوطه. وده مش موقف واحد، عدد كبير جدا من الدراسات اكدت ان صاحب الميداليه البرونزيه بيفرح اكتر من صاحب الميداليه الفضيه. وده بيحصل بسبب ان العقل البشري ما بيبقاش مركز قوي في موضوع المراكز ده. في ظاهره اسمها التفكير المضاد للواقع، ودي تفسيرها البسيط بدون تعقيدات ان اللي كسب الفضه عقله بيقول له انا خسرت وكان ممكن اكسب الذهب، انما اللي كسب البرونز عقله بيقول له انا كسبت وعلى الاقل خدت ميداليه. وده في الرياضه شيء مقبول انك دايما عايز تكسب، ولكن انت